اهلا 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 يا ابن حبيبي سيح، اخبارك ايه يا حبيبي؟ انا النهارده خدت قرار مهم قوي. اخدت قرار ان انا هذاكر لك المنهج من اوله لاخره عشان انا اخليك تجيب الدرجه النهائيه. يلا يا ولد روح حضر الحاجه بتاعتك وكتبك وكشاكيلك وكراستك وتعالى لي، علشان النهارده هذاكر لك المنهج من اوله لاخره، من الجلده للجلده، عشان تجيب الدرجه النهائيه يا باشا. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. تعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. ايه تذاكر لي ليه يا عم؟ حد قالك ان انا بهيم ولا براس بطه؟ مش عارف اذاكر لنفسي يعني؟ مهم علينا، انا مش عارف ده من امتى يعني، وانت من امتى بتفهم انت في المجال بتاعنا، بس ما علينا مش مشكله يعني. هجيب انا الحاجه بتاعتي وجاي على طول. يلا بينا ابتدي يا استاذ. يلا يا مستر، يلا يا دكتور، ولا اقول لك يا معيد؟ يا جلال يا جلال شكلك رخم وسنتك. يلا يا حبايبي، اول حاجه هبدا معاكم بيها، وانت ركز معايا يا بيه مسيح انت، يلا عشان انا عارف انك غبي غبي. الف بتتنطق يعني لما تيجي تكون قاعد كده عايز تتهجى كلمه، مثلا كلمه احمد هتقول احمد، انت فاهمني؟ الف فتحه الف كسره الف ضمه ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه؟ فاهمني؟ كده يعني، فاهم؟ هي بتيجي كده، انت فاهمني؟ فتحه الف كسره الف ضمه فاهمني؟ كده يعني، فاهم؟ الف ايه؟ اسمها انت يا بنت يا صباح، انت بنت مذاكره إيه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه لا ايه دي تقوليها لما ترتاح انت وامك كده جنب الفرن. دي تقولها وانت قاعد جنب امك بتخبز في الغيط، فاهم؟ مش هنا انت جاي تستظرف يا ابن الظريفه. الالف فتحه الف ضمه ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكرني في حضانه؟ فاكر انت تامر حسني قال لك ايه؟ قال لك كل مره بشوفك فيها ببقى نفسي وكل مره بشوفك فيها ببقى نفسي انت هتتهرج يا ابن الظريفه، انت هتتهرج علي يا ابن الظريفه، تمشي روح. تتهرج عليا ايه الخلفه الزباله دي؟ انت تسمع اللي عقوله وما تانيش ورايا، تسمع اللي عقوله وبس، مش عايز الكلام تاني. ايه ده يعني مش هعمل كده تاني. لا انا مش هقول لك يعني انا هقول يا دماغي انت عيل ده يا حبيبي بسبب ظروفتك يا سخيف يا ابن سخيفه، يعني فاكر دمك خفيف انت دمك تقيل موت تقيل موت، وبحط له شويه ميه كده عشان تخففه لحسن يكون حلو واضحك لك حتى مبسوط كده يا اخويا؟ مبسوط. نخش على تاني مرحله. تاني حاجه بيقول لك لازم تكون انت بتعرف تتهجى كويس. ليه بقى؟ عندك مثلا كلمه ايه؟ هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها. اعرب لي يا ألفت، اعرب لي هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها. جيت لي في ملعبي، ده انا هديك عرب يا نهار ابيض. هنفضل ابطالها لحد ما نبطلها، ناس مني ومن دمي تهرررر، محدش فيهم شال همي تهرررر، مني ومن دمي تهرررر، محدش فيهم شال همي تهرررر، محدش كان خيره عليا خالص 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 خالص. هو احنا فرح هنا يا امك؟ ايه المد دي؟ ايه ده؟ لا اسمها ايه؟ اسمها في فرح هنا احنا يا روح امك؟ احنا فرح جاي تغني جاي تهزر؟ ايه شايفني قدامك فرقه عباصت قدامك؟ في ايه يا روح امك؟ ما تفوق يا يعني انت اللي بتهزر، يعني انا سيبك تغني لوحدك؟ ما انا لقيتك بتغني قلت يلا اديك كده واشارك معاك كده بالليله الحلوه دي. احنا جايين نفرفش ونهزر يا مستر، في ايه يا عم؟ ما تروق حالك معانا كده بقى وشغل نفسك وخليك رويح. ضربة الشبشب دي ده نوع من المشاركة يا حبيب اخوك، ده نوع من المشاركة يا حبيب ابوك سيبك كده تشارك لوحدك ما يصحش برضه. المهم نخش في الجزئية الثانية. بيقول لك تحسين نظم العمل. يعني ايه تحسين نظم العمل دي؟ يعني انت دلوقتي لما بتيجي تشتغل محتاج لك انت مثلا تكون مركز كويس، تكون شخص انتاجيا كويس، تكون شخص انت فين انت؟ انا اني بقى الساعه نفسي 2 عارفه ما جبتش 2 5 انا هرفع عنك الموبايل.
Excuse me, I don't understand. فاهم كويس، تكون شخص مرن كده وفريش وحلو عشان تقدر بيئة العمل تبقى بيئة كويسة، وتكون انسان كويس، انت فاهمني؟ والناس اللي حواليك ما يكرهكش وما يحسوش بالملل، انت فاهم حاجة؟ انت يا ابني يا ابني مستر ايه ده؟ وانا فاتني كتير ولا ايه يا مستر؟ مستر ايه ونيلة ايه؟ مستر ايه ونيلة ايه على دماغك ودماغ اللي جابوك؟ ما تفوق معايا يالا، هحدفك بايه؟ انا مش لاقي حاجة احدفك بيها، ولا لو ما فوقتش معايا العصاية اهي هنزلها على دماغ اللي جابوك، اديني بقول لك اهو. خلاص بقى بلاش عصايه انا جسمي وجعني اصلا كده ومش قادر خلاص. هركز خالص. المهم بقى عندك ان احنا ازاي نخلي الطالب يبقى بيعرف يذاكر كويس. بص يا حبيب قلبي، انت محتاج حاجه من الثلاثه، يا تتضرب علشان تعرف تركز كويس، يا اما تركز كويس علشان انت عايز تجتهد وتجيب درجات حلوه، يا اما تاخد على دماغك ودماغ اللي جابوك. بس انت دماغك دي قلقاسايه مش هينفع فيها الضرب، انا خايف اضربك بالعصايه اللي تتكسر، انت تخنيل. محارب كفة يقرب شيء، محارب كفة يقرب شيء، كفة يقرب شيء، حارب كفة يقرب شيء، كفة يقرب شيء، كفة يقرب شيء. اي ايه ده؟ محارب كفة بيضرب ايه؟ ايه الكلام ده؟ واحنا قاعدين فين احنا هنا؟ ايه ده يا اخي؟ في ايه يا اخي بقى؟ مش انت اللي قلت خلي البيئة اللي انت فيها حلوة؟ انا بحاول اخليها لك حلوة وفرفوشة اهي، عمال اغني لك اقول لك محارب كفة يضرب شيء، كفة يضرب شيء، كفة. ايه يا عم؟ مش بخليك بيئة العمل حلوة؟ يا حبيب قلبي مش انا اللي عملت كده، ده انت صوتك عامل زلزال في المكان ما استحملش صوتك، قام عامل زلزال، قعدت الارض تهتز كده. فاهمني؟ الارض بتهتز صوتك، ما تغنيش تاني بقى، ما تغنيش تاني. المهم بقى احنا خلصنا الصفحة دي، نخش في صفحة جديدة. بتفهم في الكمبيوتر يا بقى مين؟ يعني لو بتفهم بيقول لك ان الكمبيوتر ده ثروة قومية، فيه معلومات كتير جدا. يعني مثلا في معلومات ازاي عامل الهوت اللي زيك العبط كده اللي ما بيفهموش حاجه، اللي تعبين عمال على بطاله وعمال يستنفذ طاقتي، انت فاهمني؟ بيقول لك ان انت دايما لما تيجي تعمل اي حاجه لازم تبحث ليه بقى؟ عشان تكون معلومات كتير، فلما تكون معلومات كتير تكون شخص مثقف اكتر، فلما تكون شخص مثقف اكتر الناس تعرف تاخد برايه وتعرف تقول راي صحيح، انت فاهمني؟ هو ده بقى الكمبيوتر، فصفه انه بيوفر لك معلومات رهيبه. يا ترى عاملين اكل ايه النهارده في البيت؟ يا ترى عاملين مكرونه بشاميل؟ يا ترى عاملين بانيه؟ يا ترى هناكل ايه النهارده؟ مستر في سؤال مهم لسه جاي في دماغي حالا، سؤال مهم قوي عايز اساله، مهم. قول طبعا يا حبيبي، قول. اخيرا هتتفاعل معايا وانا بشرح، يا انا كنت عارف انك ولد مجتهد جدا. قول يا حبيبي. بص يا مستر، انت النهارده كنت بتتكلم على طريقه جمع المعلومات، وان احنا بنجمع المعلومات دي من خلال الكمبيوتر، صح كده؟ جميل قوي، انا عجبني قوي الكلام ده، والكلام ده مقتنع بيه جدا. ممكن بقى لو معاك نت تفتح لي وتس بوتش لي على اسرع طريقه لعمل البانيه، علشان انا بصراحه جعان وما اكلتش من امبارح، فعايزه في 5 دقايق كده تعمل بانيه في 5 دقايق. قول لي ازاي كده تعمل بانيه في 5 دقايق؟ اسرش لك على ايه؟ انت بتهزر صح؟ تخص عليك وعلى ربك كلب حيوان. ايه ده؟ انت بتقفل في وشي؟ الله يسامحك. ما انا متربي، وعشان متربي الراجل والدي المحترم قال لي ما تتفش على حد، خليك محترم، فانا احترم نفسي. انا غلطان، انا مهتم بضيع يا نهار ابيض، ايه ده؟ وعمال جاي اشرح لك، انا غلطان، انت خايف ما تستاهلش. يا نهار ازرق، ايه ده؟ في ايه؟ ايه مش هخرج من وشك امشي، مش عايز اشوف وشك هنا يا عم. ايه انت بتجيب وشك كلها منين؟ عارف انا بقى مش هردها لك، عارف ليه؟ عشان انت راجل مش مؤدب بقى، وريني هتعمل ايه بقى. انا جبت معاك اخر، انا غلطان ان انا جاي مضيع وقتي مع واحد مش عارف يشرح زي يا فاشل. انت لو مشيتش قدامي هطلع عين امك دلوقتي، تعالى.